السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن شاء الله تكونوا على خير. بالنسبة للناس اللي كانوا سولوني على الماسترات اللي تفتحوا هذا العام واللي يعني فيها التكوينات إن شاء الله اللي غتكون فيها عامين، بالناس اللي مهتمين بالقانون الخاص. طبيعة الحال القانون الخاص اللي عنده إجازة في القانون الخاص. إذا كاين واحد مجموعة ديال التكوينات اللي تزادت هذا العام، وحتى داك يعني الماسترات اللي قرينا حنا يعني جاو وحدين اخرين تبدلوا ولا وحدين اخرين. منهم كاين قانون المنازعات وقانون الاعمال والمقاولات، المهن القانونيه والقضائيه، قانون الشغل والحمايه الاجتماعيه، العلوم الجنائيه والامنيه والتحولات الرقميه، القانون الرقمي والتكنولوجيا الحديثه. هادو يلاه تزادوا هذا العام، هادو العلوم الجنائيه والامنيه والتحولات الرقميه ما كانش، القانون الرقمي والتكنولوجيا الحديثه ما كانش، قانون الاعمال والمقاولات ما كانش، هو اللي جا في بلاصتو دابا. كان منازعات الاعمال، دابا جاو هذا القانون ديال الاعمال والمقاولات، حتى هذا زوين واعر. كذلك هذا العلوم الجنائيه والامنيه والتحولات الرقميه شي حاجه اللي هي ديال العصر، يمشي فيها بعيد. كذلك القانون الرقمي والتكنولوجيات الحديثه، هذه هي يمشي فيها بعيد. الدراسات السياسيه والدستوريه، هذه يعني بالنسبه هذه بالنسبه للقانون العام اعتقد، يعني هذه اصحاب القانون العام. حقوق الانسان والسياسات العموميه حتى هذه غادي تكون ديال القانون العام. حكمات الاداره والاعمال هادو بيان سور ديال القانون الخاص. دغوا فينانسيي اي دي زافير. عموما هادو هما التكوينات اللي ممكن ان اي واحد يمكن له يدخل ليهم، وما عليك الا انك تدخل لو سيت ديال الكليه ديال ابن طفيل، وغادي تضغط على واحد لونيا راه حاطه الكليه، وغادي تعمر يعني غادي دير التسجيل القبلي، وغادي تتبع المراحل اللي طالبين منك. وان شاء الله الا كانت النقط ديالك والميزات اللي كتحصل عليها انها كافيه على حسب المعايير اللي هما باغيين، فمن طبيعه الحال راه غادي يصيفطوا لك كونفوكاسيون في الايميل ديالك، ولا الا ما صيفطوش في الايميل خصك انت تدخل تراقب لا ليست ديال الناس اللي نجحوا في السيليكسيون، يعني في ديك الانتقاء الاولي. غادي تشوف راسك واش طلعتي في اللائحه. اذا كنتي طالع في اللائحه من طبيعه الحال راه غادي تجي باش دوز الامتحان الكتابي، وعاوتاني الا دزتي في الكتابي ان شاء الله دوز عاوتاني دوز الشفوي، ولا نجحتي ان شاء الله غادي تجي دوز غادي تجي تقرا الماستر في القنيطره. راه صراحه ماسترات واعره، و واحد الدبلوم لينا هو رائع الصراحه، والتكوين مهم جدا لانه كتاخذ واحد الدبلوم واحد وكدير واحد التكوين على حقه وطريقه. كنتمنى ان شاء الله النجاح للجميع، واي واحد فيكم انه يجرب الحظ ديالو، علاش لا. بالنسبه للكرا راه متوفر، يعني الا تهزيتو ونجحتو راه الكرا متوفر قدام الكليه شي شويه، يعني قدام الكامبوس ماشي قدام الكليه، الكليه بعيده شويه على المناطق السكنيه. كذلك كاين حتى السكن الجامعي الخاص، يعني داك كي تنسميوها السكن ماشي داخلي، المهم بريفي، يعني سكن حر، يعني خاص غير بالطلبه والطالبات بالفلوس، يعني كتخلص بالعام. وكاين يعني تقريبا في شهر 10 شهر 11 كيخرج واحد هذا واحد الاعلان تيعلنوا فيه على السكن الجامعي اللي هو خاص بالطلبه والطالبات اللي ما فحالهمش، يعني هما الناس اللي كيحق لهم انهم يتسجلوا في هذاك، زعما اللي ما فحالهمش، يعني الاب ديالهم كيكون عنده واحد الصالير شويه على قد الحال، هو باش كتجيب لهم واحد الوثائق معينه وتيطلبوا منك شي واحد زعما واحد المبلغ رمزي باش كتسكن في هذاك الحي الجامعي. عموما كنتمنى التوفيق والنجاح للجميع ان شاء الله، وجربوا حدكم، علاش لا، راه حتى حاجه ما صعيبه. ملي تبغيو تركزوا ركزوا على المواضيع العامه اللي كاينه حاليا، ديال مواضيع الساعه، بحال هاد الرقمنه، بحال التحولات الرقميه، بحال التكنولوجيا الحديثه.
بحال الأعمال والمقاولات، بحال يعني القانون الشغل ولا يعني حاولوا تراجعوا ديك الدروس ديالكم، ثم اعتمدوا حيت شحال من واحد كيجي تيحط لي سؤال تيقول لك شنو علاش نعتمدوا فاش نبغيو نراجعوا. المراجعه راه كتبدا من خلال البحث ديالك، البحث اللي درتي فيه ديال مشروع نهايه السنه او البروجي دو فان دوتود ولا بي اف او كي كيتسمى، اولا البحث ديال نهايه السنه ديال الاجازه. خاصك تكردو تكون عارف شنو درتي فيه، تكون قاريه عده مرات، وتقرا الملخص ديال الخاتمه شنو درتي فيها، العناوين الكبرى كيفاش قسمتي يعني اول حاجه كيقول لك تحدث عن البحث ديالك. بمجرد كيعطيك هذا السؤال غيعطيك هو سؤال عام، يعني بحال هكا سؤال واحد السؤال عام تحدث عن هذا، غتقول له بان انا خديت المشروع البحث ديالي كان عباره عن تحت عنوان كذا كذا، والاشكاليه ديالي كانت كذا كذا، يعني طرحتي واحد الاشكاليه اللي هي شنو عالجتي في هذاك البحث ديالك. كذلك غتقول لهم قسمت هذاك البحث ديالي الى مثلا فصلين ولا مبحثين، ولا على حسب انت شنو كيفاش قسمتي هذاك البحث ديالك، وتحدثت في الفصل الاول عن كذا وكذا، ولا في المبحث الاول عن كذا وكذا. كنعرفوا ان البحث ديال الاجازه ما تيكونش كبير بزاف، يعني ما كيتجاوزش 60 صفحه 100 صفحه كاع ما كاملش. كاين الاساتذه اللي تيطلبوا غير 40 صفحه 50 صفحه. غتقول له تناولت في المبحث الاول كذا كذا وتحدثت عن كذا كذا، وهضرت عاوتاني كذلك في المبحث الثاني عن كذا، ولا كنتي مقسمو على جوج الفصول تقول في الفصل الاول تحدثت عن كذا كذا، وفي الفصل الثاني تحدثت عن كذا كذا، ولا في المبحث الثاني كذا كذا. وفي الخاتمه يعني عطيت بعض التوصيات او بعض الاقتراحات كذا 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 كذا، وتعطي واحد الملخص. اذا هذا هكا تيتسول على، الا اذا بغى يدخل من معك عاوتاني الاستاذ في اللجنه غادي يطرح عليك عاوتاني شي سؤال معمق، يعني علاش اختاريتي مثلا هذا البحث هذا، او اذا كان اصلا الاستاذ هو اللي كان مشرف في الاجازه هو اللي اقترح عليك هذاك البحث، وشنو الهدف من هذا البحث اللي هذا، باش خرجتي شنو هي التوصيات باش خرجتي مثلا. او يقدر يقول لك مثلا شي اسئله في شي محور، علاش كذا كذا، علاش درتي هكا، شنو النتيجه اللي خرجتي بها، علاش ما درتيش هكا وعلاش درتي هكا. يعني خاصه انت تكون ذكي في الاجابات ديالك، وتكون يعني عندك واحد الاجابات مقنعه بخصوص هذا البحث ديالك، لان البحث راه تياخذ واحد يعني 4-5 الاسئله غيسولوك عليها اللجنه. كذلك ركزوا على المواد ديال القانون العام، يعني كنعرفوا ان السيستم يلا تبدل هذا العام اللي فات، يعني نتوما شديتوا الاجازه يعني في السيستم القديم نورمالمون خص تكون تركز على القانون العام، القانون المدني. القانون المدني يعني قانون الالتزامات والعقود، راه كيطرحوا بزاف شنو هو الابطال، شنو هو البطلان، شنو الفرق بين البطلان والابطال، شنو الفرق ما بين الفسخ والانفساخ، يعني بزاف ديال الاسئله اللي كتكون بحال دابا جوج مفردات ولا شي حاجه، يقول لك شنو الفرق بينهما. ويقدر يعطيك شي سؤال في كما قلنا في التخصص ديال هذا البحث ديالك، لان انت خديتي واحد المسار ديال يعني المقاولات ولا شي حاجه. يقدر يسولك في القانون ديال المقاولات او صعوبه المقاوله، يقدر يسولك في القانون الجنائي العام، يقدر يسولك في القانون الجنائي الخاص، يقدر يسولك في القانون التجاري، يقدر يعني تتوقع اي سؤال في القانون. ركزوا على القانون المدني لانه كيسولوا فيه بزاف حيت القانون الالتزامات والعقود راه هو الاساس. اذا ضبطتي القانون الالتزامات والعقود ولا القانون المدني راه هو الاساس، يعني اعتمدوا دائما ركزوا على القانون المدني. ثم بطبيعه الحال ما تنساوش ان المواد ديال الاس 1 كامله طلعوا عليها شويه، الاس 2 الاس 3 الاس 4 الاس 5 الاس 6. دائما ركزوا على المواد باعتبار نتوما غتكونوا قانون خاص، ركزوا على المواد ديال القانون الخاص، ولكن ما دون ان تنسوا هذا القانون المدني، صعوبات المقاوله، القانون التجاري، القانون الجنائي. ضروري تطلعوا القانون الجنائي،
يعني غير واحد داكشي يعني اطلاله هكا خفيفه، طلعوا على جميع الدروس ديالكم، حيت ما تقدرش تتوقع شنو يقدر يسولك الاساتذه اللي في اللجنه، وكل استاذ في اللجنه يقدر يسولك سؤال. عموما كنتمنى لكم النجاح والتوفيق ان شاء الله. هذوما الماسترات اللي موجودين حاليا ان شاء الله اللي تفتحوا واللي غادي يكونوا ان شاء الله يتقراو في الموسم الدراسي 2024 2025، وبالتوفيق للجميع ان شاء الله.